الكلام النهاردة في سورة البقرة عن واحد منافق نفاق اعتقادي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقت المدينة. لكن ليه ربنا سايب لنا الصفات بتاعته دي في القرآن، وإحنا اللي بيقرأ القرآن ده مؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ عشان إحنا ما نتصفش بصفات ناس وحشة كده، يعني حتى سلوكياتنا ما تقربش من سلوكياته. فربك يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. هو كلامه حلو يثير إعجابك، والإعجاب هي حالة سطحية من الحكم على الشخص. أنا معجب بالموضوع ده، أنا مش مؤمن إن الموضوع ده كويس بس أنا معجب بيه. فالإشكالية إنك أنت تاخد قرارات في القرب من ناس بناء على إعجابك بيهم بس عشان كلامهم حلو. فربك يقول على الإنسان ده: يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهو بيتكلم والله ربنا عالم، أنا والله صادق معاك. على فكرة، زمان إبليس لما حب إن هو يخلي سيدنا آدم وستنا حواء ياكلوا من الشجرة، حلف لهم: أقسم بالله أنا صادق وبنصحكم لوجه الله، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني قال لهم: ربنا مش عايزكم تاكلوا من الشجرة دي عشان ما تبقاش ملك، لو كلت تبقى ملك زي الملائكة الكبار جبريل وميكائيل اللي طايرين دول هناك فوق عند العرش، وبعدين مش هتموت لو كلت من الشجرة، بربك عايزك تموت. فأنا بنصحك لوجه الله كل منها، وهشوف هي التغيرات اللي هتبقى ملك ومش هتموت، تعيش خالد مع ربك اللي بتحبه. بس بعد كده قال ايه بقى؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أقسم بالله إنه بيقول لهم الكلام ده وقلبه صافي. الشيطان عمل كده زمان مع سيدنا آدم وستنا حواء، عشان كده ربنا قال إنه خدعهم فدلاهما بغرور، خدعهم فأزلهما. كانت الغلطة بسبب إن هم صدقوا حد ما تصوروش إنه بيحلف كذب. فربك بيقول إن المنافقين عندهم صفة شبه كده، فبيقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الحقيقة بقى وهو ألد الخصام.